بس خلاص هلكتنا، كل يوم حالة، كل يوم ساعدوا هذا، كل يوم فكوا كربة هذا. فكلمات ضايقتني، وقد تكون أن هذا شخص يابها يعني بداعي المزاح، ولكن استذكرت فيديو مر علي قبل فترة يقول: من علامات التوفيق أن يجعلك الله ملجأ للناس، تفرج هم إنسان، تنفس كربة إنسان، تغيث ملهوف، تنصح حائر، تساعد محتاج. مثل هذا لا يخزيه الله أبدا. فمن أحسن إلى عباد الله كان الله إليه في كل خير أسرع. فالحمد لله دائما وأبدا. الله يقدرنا دائما أن نوقف مع هؤلاء الناس. والله العظيم لو كل يوم أنشر حالة وحاول أني أكون في عون إنسان هو محتاج لي، والله أني يعني ما تأخرت أبدا. فنسأل الله يعني أن يعطينا الصحة والعافية، وأن يمد في أعمارنا، بأن نكون دائما في عون الناس. هذه الشركة الآن معنية بالمواقف الVIP في المولات وفي كل مكان، وما شاء الله صار لهم انتشار كبير في عمان، في أكثر من مول، أكثر من موقع يخص المواقف تلقى عز المستقبل موجودين. أنا أتكلم اليوم عن عمان مول، ما شاء الله لا إله إلا الله. الحين الناس حر، تقول لك أنا أو ناس عندهم كبار سن أو ناس اللي ما يقدروا مثلا يمشوا، يجي شوفوا يجي مباشرة عند المدخل الرئيسي لعمان مول، يدخل بسيارته. الشباب الطيب هم في انتظارك، عندهم أكثر من خيار، يوقفوا سيارتك VIP عند الباب مباشرة، أو أنهم يستلموا مفتاح سيارتك ويوقفونها في مواقف خاصة تابعة لهم. وإن بغيت أيضا حتى تنظف سيارتك يقدروا أيضا يعملوا لك سيارة. شوف هناك في واحد مختص أيضا قاعد يعبر السيارات اللي خلاص استلموا مفاتيح سياراتهم مباشرة. لا بوريكم خدمة أجمل بعد. شوف السيارة الحين مثلا واقفة هني، تعال بنوريهم الخدمة هناك، تعال معي. هذه واحدة من قاعات الانتظار، تدخلك على المول مباشرة. من وين؟ أمواج. شوف تدخل هني على طول عند أمواج وعند المول، في قلب المول. هني عندك قاعة انتظار. طبعا الضيافة موجودة، يجيبوا لك الضيافة، القهوة. هني تتابع سيارتك وين واصلة، يات ما يات تتابعها. الفريق بعدين بياخذك مباشرة، يقول لك تفضل على سيارتك. دورة مياه هذا وحدة، وهني في غرف أيضا، غرفة خاصة بإمكان أيضا تنتظروا في غرفة خاصة وفي دورة مياه خاصة فيها. بعدين يقول لك تفضل سيارتك جاهزة، ياخذوك مباشرة لاستلام سيارتك. طبعا الفريق يجيبوا لك سيارتك عند الباب. شكرا لعز المستقبل. سؤال يا حبيبي، أعطينا نبذة عن الأسعار. حضرتك هنا في خدمة في عندنا خدمتين في الVIP. أيوة. أول خدمة اللي الدبل في حضرتك هنا توفرت أول ما يعني في خدمة أن سيارتك تكون عند الباب. عند الباب على طول. هذا بكم؟ دي الساعتين 10 ريال ونص. الساعتين ب10 ريال ونص. جميلة، بتسيب السيارة هنا مالك شغل، مفتاحك معاك، سيارتك واقفة في قلب الباركن. خلاص. الخدمة الثانية بناخد السيارة من هنا من الVIP، ناخدها بصفات اللي هي على بتاعت الVIP اللي هنا. توقفون السيارة مواقف خاصة، شوفوا عليها VIP، عليها حواجز VIP. الساعتين 6 ريال 300. أقل حاجة اللي هي السيرفيس النورمال العادية، بتدخل يسار هنا يعني، ومواقف خاصة. ايوه خاصة برضو تبعنا، بس انت تدخل بنفسك بكم؟ الساعتين ريالين 100. ريالين و100 بيس. الخدمة هنا بتشمل الخدمة داخل اللي هي الكافيه والاستراحة الخاصة بالأكل. يعني حتى اللي يدفع ريالين و100 شاملت لنا الخدمة؟ لا. الريالين 100 ده حاله، هو بيصف بحاله وبيدخل من وبيدخل. نعم واضح. دي خاصة بالVIP. الله يعطيك الصحة والعافية. شكرا لعز المستقبل. عز المستقبل على فكرة هذا شركة لشاب عماني، شاب عماني هو صاحب هذه الشركة، ريح العالم. الناس اللي تبى الخدمة الVIP هذه أريح حاجة. وعلى فكرة حتى لما تصفط VIP وتبى تطلع، ما تطلع مع زحمة الناس، لا، يطلعوك مخرج خاص لك مباشرة. يعني الVIP وراك لين ما توصل بيتك. هذه المواقف الVIP مرة مقابل المدخل الرئيسي، موقف VIP خاص لسياراتكم. ولا تتعب نفسك، تبى تدفع هناك أو أنك تدفع عند الخروج، في موظف مباشرة عنده جهاز فيزا يدفع، وخرجتك مباشرة على الشارع العام مباشرة. يلا يا باشا، توصل بالسلامة إن شاء الله. الله يحفظك. هذا الدعاء شامل المبلغ؟ شامل السعر وكل حاجة. الله يسعدك يا رب. شكرا، مع السلامة، حياك الله. جايبينهم ومضيفينهم
ومعشينهم ويتشمتوا علينا بعدهم يتشمتوا علينا، ترى يتشمتوا علينا، انتم جايين تشمتوا يعني 1-0 ما عليه. انت ايش تشجع انت؟ بعد وانت برشلونه جزاك الله خير، انت ما لك شغل بالكوره. انا وهالرجال الفقيرين الوحيدين برشلونه. ما عليه، ضرب عسل وفندال، انت ضرب. صراحه سرقت المباراه، سرقت المباراه. كيف بلنتي الحين واضح شال كوره يا ريال، حرام. سرقت المباراه. وبعد الجوازات شوفوا الاستقبال، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شكرا جزيلا، شكرا لأهل لبنان، شكرا جزيلا، شكرا. هذا طبعا استقبال بعد انقطاع الإماراتية طيران لفترة من الزمن. اليوم أول رحلة تنزل لبيروت، وهي أيضا استقبال آخر. ما شاء الله، أهلا وسهلا، حياكم الله. شكرا. شوفوا ما شاء الله استقبال الجميع، يستقبلون الجميع، والصحافة، التلفزيون، القنوات، الكل موجود لاستقبال جميع ركاب الطائرة الإماراتية. ما شاء الله ما شاء الله، الكل في الاستقبال. أهلا يا اسكندر. يا هلا. ايش هذا الترحيب؟ سوينا لك اياها. لا يكون انت عامل التلفزيون وجايب الصحافة وجايب والله الجميع. اهل عمان ما يستاهلوا بس كذا، يستاهلوا اكبر راس في الدنيا يجي الله يستقبلكم. يسعدك يا انتوا رب. اهل الخير واهل ما المحبه. شاء الله العالم اليوم اللي جايين يستقبلون الطائرة الإماراتية، بعد انقطاع طويل. بس معلومه ايه، عمان ما وقفت، عمان دائما ما وقفت ولا مع مرة. الجميع، مع لبنان وما وقفت. الله يحفظكم يا رب ان شاء الله. تغطية كبيرة راح تكون بإذن الله في قنبلة. لبنان في قرية خان الصابون. طبعا لنا الشرف نستضيفك، وانت بتمثل وجه عمان الطيب. الله يسعدك. فاخترناك علشان تمثل عمان، واحنا حي كمان احنا الله، من حي الله بأهل لبنان. قربوا كلكم قربوا على الله على جمال بيروت، الله على جمال لبنان. شوفوا الجبل واخضرار الجبل، والبيوت كلها العماير على الجبل الين تصعد فوق، كلها منازل المواطنين. هذا المكان اللي بسكن فيه. طبعا تكرمون دورة المياه، هني الجلسة، هني جاكوزي مع تلفزيون خاص، وبوريكم الأطلالة الجميلة على لبنان الرائعة الجميلة. واو البلد جو بارد، درجة الحرارة 24 درجة مئوية، وهذه الإطلالة يا سيدي.